سموي قوم عندنا تصوير. حالات النوم بحبها السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار معاكم سموي، وحلقه النهارده عن النوم. بص يا سيدي العزيز، مهما اتمرنت ومهما اكلت ومهما عملت في حياتك، لو ما التزمتش بنومك صح على الفاضي. تعالوا مع بعض النهارده هنعد 10 فوائد للنوم لو افتكرتهم، وبعد دول ازاي انام اصلا. ماشي يا حبيبي، حلو، الله النوم جميل، شجعتني واقنعتني، انا مش عارف انام ازاي؟ تعالوا ناخدهم واحده واحده. جاهزين نعد مع بعض؟ يلا. 1. اول فايده للنوم هي البروتين سينثيسيس. عارف اصلا انت ساعات بتسمع ان الناس بتاخد هرمونات عشان تزود البروتين سينثيسيس، اللي هي حاجه في الريد بلاد سيلز مثلا عشان تعرف تستوعب بروتين اكتر وتدي بروتين اكتر للعضلات، فهي من الاخر لزياده العضلات. تاني فايده للنوم ريديوس كورتيزول ليفل. عشان اظبط الكورتيزول في الدم لازم انام نوم صحيح. ثالث نقطه معانا النهارده امبروف بلاد فلو. انت لما بتنام بيحصل ضخ دم للعضلات والمفاصل وكل حاجه. طبعا من غير ضخ دم مفيش ريكفري. اوعى تفتكر ان انت بس بتضخ دم في العضلات في التمرين، بالعكس صديقي العزيز، ابسولوتلي. انت وانت نايم بالعكس، ده الجسم بيقول زي الفل، ما وراناش حاجه بقى، تعال نشوف ايه اللي هدم ليتم اصلاحه. فبيروح بقى للعضلات، والله العضلات انفلاميشن عالي قوي، ودي تاخدنا للنقطه اللي بعديها ريديوس انفلاميشن. صديقي العزيز، جسمك كله ملتهب، حتى عضلاتك ملتهبه، مفاصلك ملتهبه، كل حاجه فيها انفلاميشن من نوع معين، حتى المعده، حتى الاعضاء. ايوه بتمرن والرياضه مفيده، ايوه باكل كتير بس كلين فود عشان جسمي محتاجه، ولكن كل ده بيعمل انفلاميشن، التهابات. الالتهابات دي بتهدى اثناء النوم، فاصحى في التهابات اقل في جسمي، ومش بتوصل زيرو، انا بتمرن كل يوم، ولكن بتساعد جدا في الريكفري، فاقدر اتمرن واكسر تاني واعمل التهابات تاني، مش التهابات على التهابات ما ولعش. انرجي ريستوريشن. انت كانك تليفون موبايل، قبل ما بتنام بتحطه على الشاحن. والله نمت فتره وجيده، بيبقى فل، تليفونك فل، يكمل معاك اليوم. نفس الشيء جسمك بيبدا يخزن جلوكوز في الكبد ويبدا يظبط الدنيا. بقول لك ايه، عندك شويه اكل هنا، احطه هنا وهنا، ظبط هنا وتمام، احنا جاهزين، بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات بتصحى وتمشي يومك ما بتاكلش اصلا لحد المغرب. عايش ازاي؟ عشان لما نمت عملنا ريتشارج للباتن. وده ياخدنا للنقطه اللي بعد دي، النيرفس سيستم، جهازك العصبي. اكيد بيتاثر، صح؟ انت عمال تشيل وتحزق وتتنرفز وكذا، في نيورونز بقى، وفي اجان انفلاميشن تاني في كل الاعصاب. دي كلها بتهدى وبتقوى الاتنين وانت نايم، مش بس بتعمل ريكفري، بالعكس بتبدا تبلد وتبقى اذكى، فتحس ان الماسل مايند كونكشن بيقوى، كانها بتذاكر وانت نايم. اتفرج على حلقه محمد علي هتفهم قصدي. فيزيولوجيكال يعني مخي، يعني المود، يعني الزعل، العصبيه، مقريف. انت مالك مقريف؟ كلمه مقريف دي ان انت ما نمتش كويس فمزاجك مش حلو، يبقى في حاجه اسمها المود بيتاثر بالنوم، صح؟ احنا اصلا بنقولها بس احنا مش فاهمين بنقولها ليه. اذا تاخدنا النقطه اللي بعديها ريسك اوف انجري. العضلات والمفاصل وكل جسمك اللي عمال تكسر فيه ده في التمرين يا صديقي القوي الشجاع، مش عايز تعمل لها ريكفري، عشان قطع ورا قطع هيحصل انجري خالص بقى. بدل سمول تيرز في الماسل تو بيلد ماسل، التيرز دي هتكبر لان مش بتلحق تلحم لحد ما تكبر قوي تبقى اصابه. التمرين شبه اصابات صغيره جدا في جسمك، فجسمك بيعالجها فبيبقى اقوى واكبر. بس لو وسعت مني فعلا بتبقى اصابه. عشان كده انت لما بتتمرن بيحرق كل دي اصابات بسيطه، وبعدين ساعات دي بقى افورت منك، هنا انجري، نفس عمليه بناء العضلات وكل حاجه، بس على حسب طبعا، ربنا يستر. انا مش عارف ليه دخلنا في كوار الاصابات بس هنرجع تاني للنوم. الجروث هرمون GH، طبعا كلنا عارفين الجروث هرمون،
اكتر وقت بيفرز فيه في جسم البني ادم وتتعادل وتتوازن الهرمونات هي اثناء النوم. فانت اصلا لو محتاج جروث هرمون في حياتك، طبعا كلنا محتاجينه، مفيش بني ادم في العالم كله مش محتاج جروث هرمون زياده، بالذات لما تكبر في السن. فعشان تحافظ على هرموناتك وتحاول تخليها دايما بوستد، واعلى حاجه لازم تنام نوم صحيح. يبقى لو ما نمتش كويس ايه اللي هيحصل؟ هرموناتي مش هتتظبط، هيبقى عندي مشاكل في الهرمونات، البروتين سينثيسيس بناء العضلات هيقل، كورتيزول ليفل ممكن يعلى في الدم، ضخ الدم هيقل، فمش تعرف تهيل او توصل الغذاء او النيوتريشن لجميع اعضاء جسمك، الانفلاميشن هيزيد، الالتهابات حوالين جسمك يوم ورا يوم هتقعد تزيد لان نومك مش صحيح فمش بيلحق ينزله، الانرجي الباتري بتاعتك ايه؟ باتري لو، فمش هيبقى عندك طاقه ان انت تعرف تكمل في يومك. النيرفس سيستم جهازك العصبي هي مش ناقصه جنون، هي خلي الدنيا تهدى كده ونعقل كده ونركز كده عشان ربنا ييسرها بقى، مش ناقصه هي. المود، المخ مش عايز انا مودي يبقى مقريف ومش طايق حد ومش كويس وليه، وخلي بالك ده ممكن يبقى من نوم الزياده. هقول لك دلوقتي ازاي تنام صح وقد ايه تنام صح. ريسك اوف انجري، لو مش عايز تتصاب نام كويس. تعال نشوف بقى ازاي ننام اصلا. لازم اوضه ضلمه خالص بدون ضوء، دي عن دراسات ما توصلوا له العلماء. النوم بدري والصحيان بدري، عدد النوم من 7 ل9 ساعات بيفرق في السن، كل ما تصغر في السن كل ما تنام اكتر، كل ما تكبر في السن تحاول توصل لحد 7 ساعات. لو انت رياضي وبتكسر في جسمك جامد زقها شويه خليها 8 ساعات. لو انت بتحب النوم قوي لا تتعدى ال9 ساعات، بعد ال9 ساعات يبدا الموضوع يقلب عكسي. لو عندك سمارت واتش او حاجه حاول تشوف السليب سايكلز، حاول ما تصحاش في الديب سليب، لان لو صحيت وانت في ديب سليب هتفضل مقريف برضه ومودك مش هيبقى احسن حاجه. ابعد الموبايلات، اعمل كل حاجه سايلنت عشان لو في مصيبه ما تعرفش عنها وما تصحاش من النوم. لا بهزر، ولكن ده بيأثر، الذبذبات والموبايل نفسه والضوء بيأثر على النوم العميق. ابتعد عن الكافيين قبل النوم والبري ورك اوت والحاجات اللي بتخليك اليرت. عارف في ناس بتقول لي انا بشرب كوبايه قهوه واخش انام ولا اي حاجه، انا بعمل كده عادي بس مش هتنام نوم عميق، غلط. فاعمل الصح. ايوه يعني اعمل الصح. كان معاكم سام سموي. لو عندكم اي اسئله اكتب لي في الكومنتس عشان اصور لكم الحلقات القادمه. اتمنى اكون بفيدكم، واللي انتوا عايزين تعرفوه قولوا لي عليه، ولو عندكم اسئله اضغطوها تحت. كان معاكم سام سموي. شير لايك سبسكرايب، ما تنسوش تشوفوا الشورتس، بالذات انا بنزل شورتس كل يوم على جميع صفحاتي، فاكتب سام سموي في اي صفحه في اي سوشيال ميديا كل يوم كده. هاخد من وقتك 30-40 ثانيه اديك معلومه مفيده، تدعي لي دعوه مفيده، ربنا يسترها معايا عشان هي ماشيه بالستر.